وبدي اعمل كمان ان شاء الله شوربة خضار. بعيشكم اجواء رمضان، كل عام وانتم بالف خير. ربنا يهله عليكم وعلينا وعلى كل احبابنا بصحة وعافية وهدات بال ان شاء الله. الخضار الموجودة عندي لشوربة الخضار: كرفس، ذرة، بازيلا، بطاطا، جزر، بروكلي، وبصل. الآن بالطنجرة حضيف في الطنجرة شوية زيت نباتي بس، وبنزل البصلة وبدي اقلبها تتدبل، بديش يتغير لونها بس تتدبل. خلص هيك اتدبلت البصلة، بدي اضيف الخضار كلها. بسم الله. وقلبها مع بعض. شوفوا لي هالالوان ما اروعها. انا بحب شوربة الخضار جدا. كنت زمان احيانا اضيف دجاج عليها، قطع من صدر الدجاج اقطعها صغير واضيفها، لكن لقيتها بدون اطيب، يعني بس خضار لحالها اطيب. عندي هنا على جنب شعرية، هذه بالنهاية بضيفها. بقلبهم. بعد ما قلبت الخضار بضيف المية السخنة، طبعا لو عندك مرقة بكون اطيب. انا حضيف مية وبودرة ماجي. ضفت بودرة الماجي وظبطت الملح وضفت فلفل اسود، وبضيف كمان رشة بسيطة يا دوب من الكركم. بتعطيها هيك لون حلو، بدل ما يكون لونها هيك الابيض او الشفاف، بيعطيها هيك لون حلو بسيط، بس رشة بسيطة. هيك الشوربة بدها تغلي، خلاص بهدي النار وبغطيها وبتركها لحد ما تستوي الخضار تماما. نكمل مع بعض الشوربة. الآن بدي أورجيكم بس البخار يروح هيك. بنعرف إنها استوت من البطاطا والجزر، بكونوا خلص استووا تمام. بضيف الشعرية بالنهاية، بضيفها الشعرية عشان ما تذوبش تماما. بضيفها وبخليها دقيقة دقيقتين مش أكتر، وخلص بطفي على الشوربة بتكون جاهزة.